2023 كانت سنة فارقة في غلاء الأسعار وانخفاض الجنيه بأكتر من 100% من قيمته وسعره لما قبل 2023، وعشان كده اللي كان حاطط فلوسه في شهادات بنكية أو البنك بشكل عام خسر كتير جدا من قيمتها بسبب التضخم والتعويم. لكن لو جينا بصينا على سعر الذهب مثلا زاد تقريبا بنسبة أكتر من 70 ل 80%. العقارات كمان نفس الكلام، زادت كمان بنسبة من 150 ل 200% في بعض الأماكن ويمكن أكتر. بس للأسف الذهب مش هيرجع لك عائد سنوي او شهري تعتمد عليه كمصدر دخل، وكمان العقارات اسعارها عاليه جدا ومش في مقدره المستثمر البسيط اللي زي حالتنا. وزي ما في مشكله في حل. انا شايف من وجهه نظري المتواضعه ان البورصه او سوق الاسهم وخصوصا المصريه هي الانسب. في 2023 اسعار الاسهم ارتفعت بنسب جنونيه، وعلى سبيل المثال للحصر سهم حديد عز من 22 جنيه تقريبا في شهر يناير او سعره في اول السنه ويمكن اقل لفوق ال 80 جنيه على شهر نوفمبر. سهم ابو قير للاسمده من 30 جنيه ل 90 جنيه من اول السنه لاخر السنه. سهم اسكندريه لتداول الحاويات من 16 جنيه ل 42 جنيه. كل دي امثله بسيطه جدا، في اكتر منها بكتير، وخش دور على اول حتى 30 سهم بس في البورصه المصريه. كل ده من غير توزيع ارباح سنويه. ما انا نسيت اقول لك ان الاسهم بتوزع ارباح سنويه بتوصل نسبتها في اول سنه للشراء بس ل 20 و 30%. ده غير كمان ان اي حد معاه بطاقه يقدر يستثمر ويتداول فيها بكل حريه، وده لان مفيش حد ادنى للايداع او للاستثمار في البورصه المصريه بتاعتنا وفي اي بورصه تقريبا. يعني تقدر تبدا باي مبلغ وفي اي وقت، بس هتقابلك مشكله بسيطه. عشان تدخل المجال ده وتحقق منه ارباح فعلا قدامك طريقين. الاول انك تبدا بدون دراسه للبورصه من تحليل فني ومالي وتغامر بفلوسك، والنتيجه صدقني مش هتكون مرضيه ليك تماما. التاني انك تبدا وانت فاهم تحليل مالي وفني وتدخل المجال وانت مذاكر وتختار الاسهم على اساس علمي مدروس ومجرب وبدلائل وتجارب واقعيه وناجحه، وساعتها تكون النتائج مذهله ان شاء الله. طيب مين احنا بقى اللي بنكلمك دلوقتي؟ المهندس احمد جمال، مهندس مدني تخصص تسعير وتعاقدات، خبره بمجال الهندسه والتقييم السعري لاكتر من 16 سنه، حاصل على كورسات في التحليل الفني ومتداول في مجال البورصه من 2010 لحد دلوقتي. وانا اللي بكلمك دلوقتي محمد عشماوي، اخصائي اداره الاعمال والتسويق للمنتجات البتروكيماويه، مستثمر في البورصه المصريه لاكتر من 6 سنوات، متخصص في التحليل المالي لتسعير الاسهم، والحمد لله حققت اول مليون من تاني سنه مباشره للاستثمار، وصاحب بيج البورصاجي. احنا الاتنين بنقول لك ان مشكله علم التحليل المالي والفني انهم علم واسع جدا وممكن تتوه فيه وتحس انك متلخبط وما تعرفش تبدا ازاي، وعشان كده احنا عملنا لك كورس مبسط جدا وسهل جدا، جمعنا لك فيه اساسيات التحليل الفني والمالي من نماذج فنيه وقوانين ماليه بسيطه جدا تقدر تبني عليها الاستراتيجيه الخاصه بيك في الشراء والبيع، وتعلمك كل ما يخص البورصه من الالف للياء بشكل احترافي، وتختار السهم الكسبان بكل بساطه ايا كان مستوى تعليمك او مستواك في المجال ده. الكورس طبعا بيجمع ما بين التحليل المالي والفني عشان تفهم السهم وشركته ماليا وتحلل اسعار السهم واحصائيات تسعيره فنيا. الكورس كمان بيختصر عليك وقت ومجهود كبير عن اي كورس تاني مشابه في المجال. ولو حابب طبعا كمان بتاخد خدمه متابعه لمده شهر جنب الكورس عشان نتابع معاك صفقاتك ونوجهك بشكل احترافي، ودي بتبقى متابعه خاصه يعني VIP، وعشان كده بتبقى بتكلفه بسيطه اضافيه. المحاضرات الفنيه مدتها ساعه ونص والماليه 4 ساعات في شكل فيديوهات صغيره جدا مشروحه صوت وصوره عمليه، يعني تخلص الكورس في يوم ولا 2 بالكتير قوي وتطبق عليه كمان. بجانب الفيديوهات دي هتاخد ملفين PDF فيهم مواضيع المحاضرات كلها مكتوبه عشان تطبق على طول. ده غير ان بعد الكورس طبعا بنتابع مع بعض عن طريق جروب على التليجرام او الواتساب عشان نعرف لو في اسئله عندك او اي مشاكل نقدر نتابع معاك ونحلها سوا. واخيرا سعر الكورس اللي انت عايز تسمعه من اول الفيديو، الكورس سعره 2500 جنيه فقط لا غير، يعني نقدر نقول دلوقتي بتمن جاكيت او يمكن تمن عزومه او اكله من بره. عشان تتواصل معايا لطرق الدفع وغيره اتواصل معايا دلوقتي على الواتساب، هتلاقي موجود هنا او موجود على الانستجرام بيج البورصاجي او صفحه البورصاجي. واوعى تنسى ان الاغنياء بيركزوا على الفرص اما الفقراء دايما بيركزوا على العقبات والمشاكل، ومفيش مليونير بيشتغل من 8 ل 5 يوميا. فيلا بينا نعمل اول مليون سوا.